أهلا بيكم. الراعي الرسمي للشتاء شوربة العدس أو شوربة الدهب زي ما بيقولوا. يا سلام عليها في الجو ده، حاجة كده تدفي لوحدها. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد أول بأول، وتكونوا انتوا أول ناس تشوفوها. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف وصفتنا مع بعض. هحط زيت على النار ومش هحط كتير، محتاجة بس اشوح فيه الخضار اللي انا هعمله. اهي بصل مقطع مكعبات صغيرة، ممكن نحط بصل مقطع كبير بس علشان الحاجة تستوي بسرعة معايا فانا قطعتها صغير بالشكل ده. هبتدي اقلبها لحد ما تتشوح حلو معايا وكمان تدبل حاجة بسيطة. انا هنا ما بغيرش لون البصل عشان ما يغيرش معايا لون الشوربه. هحط 2 من مرقه الدجاج، لو انتوا عندكم مرقه خضار ممكن تحطوها، لو حابين تحطوا واحده بس ممكن. يا سلام بقى عليها لما بتدوب كده مع البصله، بتديها ريحه وطعم حاجه تانية. حط بطاطس مكعبات. اول ما يتشوح هي كمان بنحط معاها جزر ونشوح كل مع بعض. وطماطمايه مقطعه صغير بالشكل ده، هي كمان حجمها صغير، انا محتاجاها ان هي تديني اللون المحمر مع اللون العدس، كمان بتديها لون حلو قوي. وكمان فصين 2 بس من الثوم، مش محتاجة اكتر من كده. والعدس بتاعنا مغسول ومتصفي، وهبتدي ان انا احطه بالشكل ده على الخضار واديله برضو تشويحة مع الكل. كده بقى تمام. هبتدي ان انا اتبل بفلفل، كمون، والكمون حبة حلوين، وكمان كركم. انا مش هحط ملح دلوقتي، انا هحطه بعد العدس ما يستوي خالص علشان اظبط بس الملح بتاعي، خاصة ان فيه المرقة موجودة. وهبتدي ان انا احط المية والمية تكون سخنة. هحط الكمية اللي هي تسوي لي الخضار وكمان تسوي لي العدس، واغطي عليها. واول ما تبتدي ان هي تغلي بوطي عليها النار وبسيبها تستوي براحتها بالشكل ده. في الوقت اللي هي بتغلي فيه او ان هي بتستوي فيه، معايا عيش مقطع صغير وكمان ربع كوباية من الزيت. ممكن احط زيت زيتون بس انا ما بحبش بصراحة احط زيت الزيتون على النار. وده نعناع، نص معلقة من النعناع، نص معلقة صغيرة، وكمان معلقة من البابريكا، ونقلبهم مع بعض بالشكل ده. وهبتدي احمص فيه العيش. طاسة على النار، نقدر ان احنا نحط الزيت ده هو على العيش وندخله في الفرن. لو انتوا حابين بنحطه بس في الشواية من فوق، يعني انا ما لقيتش عليه الفرن، لا انا بحطه في تحت الشواية على طول. وباخد الزيت اللي عليه التوابل، النعناع والبابريكا، وبعدين بغطيه بالشكل ده. الزيت حتى لو هو كتير انا محتاجاه لان انا هزين بيه طبق الشوربة في الاخر من فوق، وهتشوف هيبقى شكله ايه. بجد جربوا طعم النعناع، كان جديد بالنسبة لي بس لقيت طعمه حلو. نبتدي ان احنا نقلب باستمرار بالشكل ده كده لحد ما العيش معايا يبتدي يتحمص وياخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. كده بقى تمام. هرفعه من على النار وهبتدي كمان اشوف العدس خلاص كده استوى، وصل الدرجة اللي انا عايزاها، وكمان البطاطس استوت والجزر استوى، يعني كده معناها ان كل الخضار اللي موجود استوى. فبقى خلاص كده جاهز ان انا اضربه. نقدر ان احنا نضربه في الخلاط او نضربه بالهاند بلندر، بس لو هنضربه في الخلاط لازم ان احنا نسيبه يبرد شوية علشان خاطر بس ما يحصلش مشكلة في الخلاط. كده بينضرب تمام، كل المكونات اتفرمت، بقت معايا كويسة جدا وبقى شوربة زي الفل. خلاص بنبتدي ان انا املحه، بحط الملح بتاعي وكمان نص فص من الليمون، ونقلبهم كده وندوق برضو التوابل بعد اول غلوة، اول ما يبتدي ان هو يغلي علشان نشوف الطعم بتاعها. انا زودته شوية ملح لان انا لقيته محتاج.
كده خلاص بعد ما غلى ابتدى ان هو يتقل كمان معايا، وادي السمك بتاعه. عايزين تخففوا عن السمك ده هوت، ممكن ان انتوا تخففوه، بس هو كان كده حلو قوي. وراعوا كمان ان هو اول ما هيبتدي ان هو يهدى او ينزل من على النار، هيبتدي ان هو برضو السمك بتاعه يتقل شوية. كده ساعة التقديم. هو لونه وشكله يدفي لوحده، مش عايز اي حاجة. هو يدوبك بس عصرة الليمون وشكرا على كده. وهحط العيش اللي انا حمصته في الزيت والتوابل، واجي الزيت اهوت بيديله طعم بقى من فوق الوش خطير جدا. جربوها بجد، طعمها جميل مع الليمون. وكده تمام. العيش قرمشته حلوة، طعم النعناع فيه كان بالنسبة لي جديد وطعمه ظريف. البابريكا برضو مدياله طعم حلو قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.